بص، انا بالنسبه لي اللي احلى واجمل من الشكشوكه اللي محطوط فيها جبنه كريمي وجبنه رومي كده دايبه، رغيف العيش المتأمر ده. اهم حاجه في التجربه دي كلها يا جماعه، رغيف عيش متأمر على النار وتعمل كده، وبص المنظر والحلاوه. بسم الله. هنسمي الله، وفي اي طاسه عندنا هننزل بمعلقه سمنه كبيره او زبده، وننزل عليهم ببصلايه صغيره. عايز اقول لكم يا جماعه ان انا بقالي كتير ما بعملش فيديوهات، بس بجد انتوا وحشني جدا 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 والله. المهم هنشوح البصلايه بتاعتنا دي لحد اما تدبل شويه بسيطه بس كده، دقيقتين بقى بالظبط، وننزل عليهم بحبايه طماطم متقطعه مكعبات، وفلفل اخضر رومي، وفلفل حامي اللي بيحب الشطه. هنقلبهم مع بعض 3 دقايق لحد ما الطماطم بتاعتنا كده تدبل وتبقى حلوه، وننزل بقى عليهم باربع بيضات. ومبدئيا كده يا جماعه، الشكشوكه ما بتتعملش ببيض عيون. الشكشوكه يعني لازم البيض يتضرب مع الحاجات دي، الطماطم والبصل والفلفل. نقلبهم تقليبه سريعه كده، ونهدي النار على الاخر، وننزل عليهم بشريحتين جبنه رومي. انا بقى بحب اعملها كده يا جماعه، بيطلع طعمها تحفه. نكسر الجبنه الرومي كده عشوائي، ومعلقه جبنه كريمي صغيره، ننزل برضو عليهم كده، ونقلبهم مع بعض تقليبه سريعه، ونديهم بقى رشه الملح وفلفل اسود. وكده بقت جاهزه معانا احلى شكشوكه.